ازيكم حبايبي؟ النهارده قلت نعمل معاكم من بعض الحاجات اللي مسكرة، بتبقى جميلة جدا، وهي بلح الشام. وفي بلد تانية زي روسيا وكده اسمها تشيرلز، بتبقى جميلة وحلوة، وبنحب ناكلها ان هي يعني مسكرة وجميلة وخفيفة. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. معايا هنا نعمل الشربات الأول: كوبايتين من السكر وكوباية ونص مية وفانيليا، وطبعا عصرة ليمونة. بنبتدي نحضر الاول كل حاجه كده بالترتيب وبنظام. ان احنا نحضر الاول الشربات، وزي ما قلت لك هي كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ونص من الميه، ولو عايزاها سميكه شويه بتبقى كوبايه بس من الميه، ولكن انا حسيت ان هيكون افضل ان هي كوبايه ونص. اقلبها كويس لحد ما تدوب واتاكد ان السكر داب. ابتدي انزل عليها بالفانيليا وعصره الليمون لحد ما الاقيها ابتدت يعني وصلت لدرجة الغليان. هطفيها وهخليها على جنب لحد ما تبرد، لاني انا محتاجاها باردة لما استخدمها بعدين. خلاص كده هي وصلت معايا مرحلة الغليان، وايه هبتدي اشيلها واحطها على جنب كده لحد ما تبرد، ونبتدي مع بعض بقى في العجين بتاع بلح الشام. محضرة معايا هنا وعاء يكون واسع عشان اقدر ان انا اعجن فيه. حطيت كوبايتين من المية ونص كوباية زيت، ومعايا هنا معلقة سكر. عايزة تكتري مفيش مشاكل، انا اكتفيت بمعلقة كبيرة تكون من السكر وقلبتهم كويس. يبقى انا حطيت المية والزيت والسكر لحد ما اتأكدت ان هما دابوا مع بعض زي ما انت شايفة كده، وكل ده على النار لحد ما الاقيها ابتدت وصلت لدرجة الغليان. هنزل عليها بكوبايتين الدقيق. كوبايتين الدقيق ما يعادل 300 جرام، يعني لو انت عايزة تشتغلي بالجرامات تقريبا ما يعادل 300 جرام من الدقيق. وهبتدي انزل بيهم واقلبهم بسرعة علشان يتجانسوا مع بعض، الدقيق مع المية والزيت ويتمسكوا مع بعض يعني. كل ده انا بحاول برضو بقلبه وبكون موطية النار شوية، بس انا عشان اتأكد ان الدقيق استوى، لاني انا لو شلته وقبل ما النار يعني ما تكونش شغالة هتلاقي طعم الدقيق مش مستوي، او بلح الشام يعني طعمه مش كويس. هبتدي اقلبه كويس كل ده على النار لحد ما اتأكد ان هما تماسكوا مع بعض. هبتدي بعد كده في طبق بره هطلعه فيه العجينة ديت علشان اخليها تبرد شوية. زي ما انت شايفة كده بحاول ان انا افتحها وابردها علشان انا عايزاها تبقى تكون مش سخنة قوي، علشان ابتدي اكمل بقية المقادير فيها لعمل بلح الشام. لما الاقيها دافية شوية ايديا هتبتدي تستحملها وتكون يعني خلاص هديت العجينة، هبتدي افضل ان انا اعجنها بايدي اكتر، لاني انا عايزاها توصل لدرجة ان هي تكون ناعمة معايا. زي ما انت شايفة بحاول ان انا اعجن فيها شوية. عندك مضرب بيض وكده او عجانة ممكن تعمليها فيها، بس انا حسيت ان العملية مش مستدعية فعملتها بايدي. حطيت عليها رشة ملح بس علشان يعني العجينة تتجانس مع بعض، مش محتاجة اكتر من كده. وبعجن فيها كويس جدا لحد ما الاقيها نعمت معايا خالص، بقت ناعمة زي ما انت شايفة كده. هبتدي برضو اسيبها كده تهدى شوية علشان طبعا احط فيها البيض. معايا هنا 3 بيضات، وطبعا مش بحط العجين كله، مش بحط البيض كله على العجين علشان بشوف ان البيض كده كفاية، وانا طبعا كان كفاية يعني، بس بيختلف من دقيق لدقيق، لاني ممكن لو بيض صغير نحتاج 4، لو بيض متوسط زي كده بنحتاج كفاية 3. فانا بنزل بحبة حبة لحد ما اشوف القوام المناسب لبلح الشام، اني انا مش عايزاه ولا سميك ولا طبعا يعني خفيف، علشان يبقى متشكل معايا حلو. بحاول اعجن فيه، ما يهمكيش لو لقيتيه شكله متفرول،
مع كتر العجن فيه هتلاقيه مسك في بعضه بقى حلو. تقلبي فيه حلو قوي علشان احنا عايزينه يعني طري جدا بس تلاقيه مش ملزق في ايديكي. بقعد اعجن فيه، يعني انا بحاول اوريكي ان انا عجنت فيه شوية، وكل ما بلاقي القوام البيض يعني البيض الاولاني خلص، لا بحط بيض تاني لحد ما الاقي القوام اللي انا حاساه مناسب. وزي ما قلت لك انا بالنسبه لل 300 جرام من الدقيق، او اللي هي يعتبر كوبايتين دقيق، كان معايا مناسب جدا الثلاث بيضات. زي ما انت شايفاها كده، هي شكلها زي ما يكون ملزقه لكن مش ملزقه في ايدي، وفي نفس الوقت ناعمه. وده القوام تقريبا المظبوط. انا بحاول اعجن فيها، مش محتاجة بيض تاني، عشان طبعا انا لو نزلت بيض اكتر ممكن يلزق معايا اكتر، فكده القوام ده المناسب. بعد كده ادي السكابوش اللي انا هبتدي اعجن بيه، ودي المقاس بتاع التشكيلة تقريبا اللي هي رقم 10. بحاول احطه في السكابوش او القمع ده، وابتدي هنوريكي ازاي اشكله. طبعا عشان لتسهيل التشكيل انا معايا ورق الكالك هنا او الكارتافورنو، ودي بحاول اقطعها مكعبات صغيرة على قد الطول اللي انا عايزاه لبلح الشام. بيسهل لي ان انا بحطه في الزيت من غير ما يلزق معايا، ومن غير ما احس ان في صعوبة. احط المجموعة كلها اللي هي انا عايزة احطها في الطاسة بالورقة، وبشيل الورقة هوريك ازاي. بقطع الطول اللي انا عايزاه لبلح الشام. وزي ما انت شايفة، معلش بتاخدي مجهود سنة ان انت بتنزلي بلح الشام، لان هو سنة بيبقى سميك سنة بسيطة، فطبعا بتاخدي مجهود شوية في الضغط على السكابوش. ولكن لما بتحطيه على ورق الكلك ده بيبقى سهل ان انت تدخليه على طول في الفرن زي ما انت شايفة بالطريقة دي كده. طبعا معاكي مقص نضيف او اي حاجة تقطعي بيها العجينة، ده مخصص للاكل. واكون كده شكلت المجموعة لحد ما الاقي الزيت خلاص سخن. انا انزل بقى بالبلح الشام، ما تقلبيش فيه خالص في الوقت ده عشان ما يضيعش التشكيلة منه. هو هتلاقيه لوحده اول ما يبتدي الزيت يغلي جامد فيه، هتلاقيه هو يعني طفى على الزيت من فوق، هتلاقيه ارتفع. في اللحظة دي انا هسحب ورق الكلك كده بالراحة، وهتلاقيه هو بيتسحب لوحده. لكن في اللحظة الأولانية ما تقلبيش فيه خالص علشان ما تضيعيش شكل التجزيعة بتاعت بلح الشام. طبعا الحلويات دي بتبقى جميلة جدا وطعمها بتبقى حلو. كل بقى الحاجات الشرقية بتاعتنا، بلح الشام، ممكن لقمة القاضي اللي هي الزلابية، ممكن كنافة، حاجات كتير احنا بنحب ناكلها كده، الحلويات الشرقية بتاعتنا. برغم ان احنا يعني قاعدين برا مصر، ولكن بنحن للاكلات بتاعتنا العربية والمصرية. يمكن بلح الشام دايما يقولوا عليه بلح الشام، مش عارفة بقى بصراحة من بلد الشام يعني هم اللي كانوا بيعملوها. لكن بصراحة انا بحبها جدا وبحب اعملها لاني بتبقى جميلة ولذيذة وهشة. وخصوصا يعني اول ما يعني بتطلع من او يعني اول ما بتخرج من الزيت كده وبنحطها في الشربات بتبقى مقرمشة، والقرمشة بتاعتها رائعة. معايا هنا حبة سكر وهحط عليهم قرفة او كنة وهقلبهم مع بعض. دي بتبقى جميلة جدا. اول ما بتخرج البلح الشام من الزيت على طول، ما بستناش ان هي تهدى اكون حطها فيها علشان تمسك. يعني هي وسخنة اول ما بحطها في السكر والقرفة بتمسك على طول فيها، لكن لو سبتها تبرد مش هيمسك فيها السكر والقرفة. فدي كده صنف ان احنا هنعمل صنفين، صنف بالشربات وصنف هيبقى بالسكر والكنة. ده بتاع الشربات برضو اول ما بيطلع واصفيه على طول بنزل فيه على الشربات علشان برضو يتماسك فيه الشربات ويبقى طعمه كويس.
طبعا في تشكيلة تانية ان احنا ممكن نعمله بالشوكولاتو، يعني احنا بعد ما بيخرج من الزيت على طول نكون مجهزين مثلا شوكولاتة، وممكن ان احنا نزينها بيها. طبعا اشكال كتيرة للتزيين، ولكن المشهور بيها بلح الشام طبعا اللي بالشربات او بالذكر والكنة مع بعض. ادي النوعين قدامك اهم. بصراحة الاتنين اجمل من بعض وجمال جدا وحلوين قوي، وتغيير من الحلويات، بدل ما احنا بنكرر الحاجة لا نعمل حاجات مختلفة. اتمنى ان هي تعجبك، واتمنى اني اسمع تعليقاتك في التعليقات، يعني تكتبي لي اي تعليق عليها، واتمنى ان انا اسمع ارائك، واتمنى لو اول مرة تشوفيني تديني اشتراك ولايك وتشوفي كل جديد ان احنا بننزله كل مرة، واشوفك على طول دايما متواجدة معايا. ده بيشرفني وبيدعمني، واسمع ارائكم ده بيشرفني اكتر واكتر. واشوفكم دايما مبسوطين وفرحانين، ودايما الاعياد الجميلة والاوقات الحلوة مجمعانا كلنا. ربنا يسعدكم كلكم ويفرحكم كلكم، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. يا رب تكون الايام دي سعيدة عليكم وعلينا، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.